يا رب يا رب لو ولايه تكساس يا رب اديني علامه يا رب. علامه واحده بس وانا هفهم. للاسف انا عايز علامه واحده، مفيش اي علامات. طبعا تكساس من الولايات المحببه جدا للعرب. كميه عرب كبيره جدا 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 نقلت لتكساس في خلال الخمس ست سنين اللي فاتوا دول. كل ما تروح مكان لازم تلاقي فيه تجمع للعرب، تلاقي فيه مساجد، تلاقي فيه كنائس، تلاقي فيه مجمعات اسلاميه، تلاقي فيه محلات عربيه. اشمعنى تكساس كده جذبت انتباه العرب؟ ايه المميز فيها كده ومديلها سمعه تخلي كل الناس عماله تقول لي اعمل فيديو عن تكساس، اعمل فيديو عن تكساس؟ اشمعنى تكساس يعني؟ تعال نشوف. تكساس من اكبر ولايات امريكا، تعتبر هي تاني اكبر ولايه يعني. اول حاجه طبعا هي الاسكا، عارفين اللي هي فوق كندا، واحده من اجدد الولايات لامريكا. تكساس بقى تاني واحده، مساحتها تقريبا يعني ممكن تقول تلتين مساحه مصر، حوالي 700 الف كيلومتر مربع، فمساحه ضخمه جدا جدا. تلاقي فيها صحاري وجبال وبحيرات وشواطئ، فهي عباره عن مشكل كده مناظر طبيعيه. عدد السكان بقى في تكساس 30 مليون واحد، 30 مليون عايشين في التلتين مساحه مصر، تخيل المنظر، واحنا عايشين 100 مليون واحد. فطبعا انت بتشوف مساحات كبيره شاسعه، لكن طبعا فيها اماكن زحمه كتيره جدا، وبالذات المدن الكبيره. موقعها الجغرافي مميز جدا، لان هي في نص امريكا. لو بصيت على الخريطه هتلاقيها موجوده في نص امريكا في الجنوب. حدودها بقى مع الولايات التانية زي اوكلاهوما، لويزيانا، نيو مكسيكو، وفي الجنوب ليها حدود مع المكسيك، وبتبص كمان على خليج المكسيك. لكن تكساس لما ابتدت ما كانتش ولايه امريكيه صرف، لا دي كانت ارض تبع المكسيك. فجم سنة 1836 ضربت في دماغهم كده وقالوا احنا عايزين نستقل، احنا مش عايزين نكمل مع المكسيك، عايزين نبقى لوحدنا. وساعتها حصلت معركة كبيرة في الوقت ده، لكن بعدها استقلت تكساس وقعدت 9 سنين مستقلة، مش تابعة لحد، تابعة نفسها. أنا جمهورية نفسي. لكن سنة 45 بقى طمعت كده وقالت لك إيه؟ أمريكا دي شكلها جامدة، أنا عايز أنضم وأبقى ولاية من ضمن الولايات بتاعتها. وطبعا أمريكا ما عندهاش أي مشاكل، دي رحبت، أرض كبيرة مليانة خيرات ربنا، ايه المشكله لما نضمها لينا وتبقى الولايه رقم 28؟ لكن طبعا المكسيك ما سكتتش، لان هي اصلا ما اعترفتش بيها ان هي مستقله عنها، هي اعتبرتها ان هي جزء لسه من ارضها. فكلمه من هنا على كلمه من هنا حصلت حرب ما بين امريكا والمكسيك. بس يعني ما كانتش حرب طويله قوي، يعني كانت حرب قصيره وانتهت طبعا لصالح امريكا. وفي الوقت ده اصبحت المكسيك واحده من ولايات الاتحاد في امريكا. بصوا العربيه دي. بالنسبه بقى للطقس في تكساس، هو برضو يعني زيه زي فلوريدا، مفيش بقى تلج والحاجات دي زي يعني الولايات التانية الشمالية، لكن بيحصل عندهم في بعض الأحيان ممكن تلاقي إيه، جو يعني ممكن يوصل لدرجة التلج. لكن الطقس قريب شوية لمصر، فعشان كده العرب والمصريين بيحبوه. في ناس كتيرة بقى ملهاش في التلج والحاجات دي زي حالاتي، فما تحبش الموضوع ده. فهي شبيهة في الجو بتاعها شوية لفلوريدا زي ما شرحنا في الفيديو اللي فات. ولو احنا قارنا ما بينها وبين فلوريدا في الطقس، عايز اقول لك ان موضوع الاعاصير ده مش موجود قوي يعني. نادرا برضو لما تشوف اعصار ولا حاجه بيعدي، وممكن يبقى في حتت صحراويه او حاجه بعيد عن المناطق السكانيه، فالموضوع بيبقى احسن شويه. طب ايه بقى مميزات تكساس؟ الاقتصاد بتاعها رائع، يعني في كميه شركات بترول وتكنولوجي وحاجات تانية فتحت كتيره جدا، انعشت الاقتصاد بشكل كبير جدا جدا في الولايه. وده عمل فرص شغل كتير. يعني صعب قوي ان انت تبقى قاعد مثلا في البيت مش لاقي شغل مثلا بقالك اسبوعين او 3، الا لو انت عندك مشكله. لكن فرص الشغل متاحه. عايز تعمل كارير وتشتغل في شركات كبيره، موجود. حتى لو عايز تشتغل في مزارع وكده واراضي زراعيه، لو انت ليك في التخصص ده او عايز تعمل بيزنس فيها، برضه الموضوع متاح. فهي ولايه شامله فيها انواع كتيره جدا من البيزنس، حتى وكاله ناسا فاتحه هناك. فلو عايز تشتغل هناك وانت مؤهل، سيبيهك بقى يا معلم واضرب وابعت، ومبروك مقدما. واليومين دول بقى في موسم الكريسماس، فهتلاقي بقى ايه، شجر كتير في كل حته، شجر 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 وزينه وحاجات كده، كله خاص بالكريسماس. طول ما انت ماشي بقى في كل حته تقعد تسمع بقى ايه، اغاني الكريسماس وبتاع، والناس عماله تهني بعض، لان هو موسم مهم جدا في امريكا. لكن في ميزه بقى كبيره قوي في تكساس هنا موجوده في معظم اماكن تكساس، مش كل حته، وهي رخص البيوت والايجارات. تعال نقارن كده ما بين البيوت في كاليفورنيا او نيويورك وتكساس، موضوع مختلف تماما. انت لو انت شاري بيت صغير في نيويورك وبعته وجيت اشتريت في تكساس، ممكن تشتري قصر بدون مبالغه. هيبقى هاوس كبير جدا بباك يارد، دورين ممكن بالبول بتاع، يعني هتتظبط. فالعقارات لسه ما زالت في تكساس رخيصه مقارنه باماكن تانية. وسبب من اسباب كده ان الدخل في تكساس اقل من ولايات تانية.
فبرغم ان الاقتصاد قوي جدا جدا في تكساس، لكن الاجور قليله في بعض الاماكن. احنا قلنا مثلا في فلوريدا ان الاجور بتبتدي من اول $13، صح؟ لا، في تكساس هنا بقى الحد الادنى للاجور $7.25، نص فلوريدا. هم ملتزمين بالمينيمم اللي عاملاه امريكا كلها. المينيمم في امريكا كلها هو $7.25، لكن كل ولايه بتختلف، هتلاقي فيه 12 هنا، هتلاقي في 13 هنا، هتلاقي في 15 هنا. لكن مش معنى كده الناس كلها بتقبض يعني ملاليم، لا طبعا، في ناس بتقبض مبالغ كويسه جدا. فالمهم ان انت تدور على الشغلانه بعد ما تعدي بقى مرحله اللي هو الشغل اللي في المطاعم والبتاع والكلام ده. اشتغل على نفسك، حاول تدرس حاجات. واحنا قلنا هنا في شركات بترول، في شركات تكنولوجي، فلا هتلاقي شغل وهتلاقي مبالغ كويسه. لكن هو الحد الادنى للاجور في الوقت الحالي $7.25. هيزيد بقى وما يزيدش، دي حاجه احنا ما نعرفهاش. ميزه تانية من مزايا تكساس ان هي عائليه قوي، يعني ولايه محافظه، ما فيهاش بقى الهبل بتاع الولايات التانية والحريه الزايده عن اللزوم اللي هي دايما بنخاف على نفسنا وعلى اولادنا منها. لا، دي ولايه محافظه شويه. فلو انت عندك اسره او ناوي ان انت يبقى عندك اسره، هي ولايه حلوه جدا جدا ليك. هتلاقيهم لسه بيحافظوا على القيم والاخلاق والحاجات دي. وانت طبعا مش عايز ولادك يتربوا في جو ناس مجانين يعملوا اي حاجه في اي وقت، لا. احنا برضو جايين من مجتمعات محافظه، فحابين ان احنا نعيش في مكان برضو ما نبقاش خايفين منه او قلقانين على اولادنا لما يكبروا كمان شويه ان هم يضيعوا. طبعا بعد الشر على كل اولادنا من اي حاجه، وربنا طبعا هو اللي بيحفظ. لكن برضو من ضمن الاختيارات اللي كتير جدا من العرب والمصريين يعني اكدوا عليها، هي ان الولايه دي ولايه محافظه تصلح ان اسر زي حالتنا ان هي تعيش فيها. ولو اتكلمنا برضو على الجانب السياسي للولايه، هتلاقي برضو ان ترامب كسب الولايه دي باكتساح. يعني كسب تقريبا بفرق يمكن 16 او 17% عن هاريس. تقريبا كان 6 مليون صوت لترامب و4 مليون وشويه لهاريس، ففرق كبير طبعا جدا. فهي برضو ولايه جمهوريه زيها زي فلوريدا. ما هذه السياره المجنونه؟ دي العربيه اللي احنا كنا زمان بنرسمها واحنا صغيرين بالظبط. هي كانت بتبقى عامله كده، يعني هي نفس المنظر، كان هو ده اللي بيطلع معانا. فطبعا جه اليوم ان احنا نشوفها على ارض الواقع. طب ايه، تكساس حلوه كده كل حاجه ولا فيها عيوب؟ لا، فيها طبعا عيوب، زيها زي اي مكان في الدنيا. مش كل الناس تقدر تتعايش مع الحر، رغم ان التكييف موجود طبعا في كل حته، موجود في البيوت، في الاشغال، في العربيات. فانت مش هتبقى ماشي يعني بتشر عرق يعني. لكن حبيت تتمشى تروح مشاوير من هنا لهنا، تشتغل في الانشاءات والحاجات دي مثلا وبره في المباني في الجو الحر في الشمس، طبعا الموضوع هيبقى صعب يعني. لكنها ممكن تكون افضل لناس كتيره قوي من التلج، وان انت تعيش جوه فريزر مثلا، الشمس ما بتطلعش والكلام ده. في ناس بيجي لها اكتئاب اصلا من موضوع التلج والسحاب والغيوم والكلام ده. اما بقى العيب التاني فهو نفس العيب برضو اللي موجود في فلوريدا، مفيش مواصلات. شكرا. انا بعدي الشارع، لازم العربيه تبقى شيء اساسي معاك. لكن زي ما قلنا العربيات مش غاليه قوي، فالموضوع برضو مش بعيد. هتلاقي في تشابه على فكره كبير ما بين فلوريدا وتكساس في حاجات كتير، وده اللي مخلي ان العرب والمصريين تحديدا موجودين فيها بكثره. من العيوب بقى التانية اللي ناس كتيره جدا عايشه في تكساس وكانت بتتكلم عليها، ان مفيش اماكن كتير قوي للفسح. طبعا معظم الناس دي غالبا يا جايه من كاليفورنيا يا اما نقله من فلوريدا، ومتعودين على الدلع بتاع كاليفورنيا وفلوريدا. طبعا احنا قلنا في فلوريدا مليانه، سواء للاطفال للكبار، مرشقه. وطبعا كاليفورنيا مليانه اماكن للفسح كتيره جدا. فلما الناس دي تنقل وتروح تكساس بيحسوا بفرق رهيب، بيحسوا ان هم راحوا الارياف بالظبط كده. لكن مش معنى كده ان هي ما فيهاش حاجه، لا، هي فيها اماكن كتير، لكن طبعا مش بالكثره زي اماكن تانية. فلو انت جاي من مصر على طول على تكساس مش هتحس بالفرق ده، لكن لو بتنقل من اي ولايه تانية كبيره اكيد هتحس. ومن ضمن برضو العيوب اللي الناس كتير اتكلمت عليها، هي ان البنفيتس اللي انت بتاخدها كمواطن او كمقيم في الولايه، زي مثلا الفود ستامب والحاجات دي اللي هي البنفيتس اللي الناس بتاخدها، والميديكيد والحاجات اللي هي خاصه بالعلاج والكلام ده، مش قويه قوي زي ولايات تانية. ففي ناس بتعتمد عليه اعتماد كلي لان هم دخلهم قليل او ما عندهمش القدره ان هم يلاقوا اشغال قويه، فبيضطروا ان هم يعتمدوا على المعونات اللي بتتقدم من الحكومه. بس في نقطه عايز اقول لك عليها قوي، عشان انا عارف ان في ناس كتيره قاعده دلوقتي عماله تقارن ما بين فلوريدا وتكساس وكاليفورنيا ومش عارف ايه والكلام ده. بص يا معلم، امريكا هي امريكا، هتروح في اي ولايه هي امريكا، فيها احترام للقوانين، دنيا احسن، انظف. مقارنه بمصر، لو انت جاي من مصر فاكيد الوضع هيبقى احسن،
سواء اقتصاديا او حريات او شغل او معيشه او الكلام ده. فبلاش تتعب نفسك قوي ان انت تقعد تقارن وتبقى محسوك ما بين ولايه وولايه وولايه، الا لو الفروقات ما بينها كبيره قوي. لكن لو الفروقات متقاربه، اتكل على الله وخد قرارك. ودايما وانت رايح لازم تفكر في الشغل، انا رايح اشتغل ايه. ما تروحش كده عميان يعني، برضو فكر، دور على الاشغال، شوف الدنيا ماشيه ازاي. عندك مواقع كتيره زي مثلا انديد، مانستر، لينكد ان. خش على الحاجات دي ودور على الاشغال اللي انت ممكن تشتغل شغلانه زيها، وشوف الاسعار فيها كام، شوف المرتبات بيدوا كام، شوف البينفيتس اللي بيعملوها قد ايه، وشوف كام شغلانه موجوده، هل هي واحده بس في الليسته ولا عندك 20 30 شغلانه. دايما ده هيبقى هو اساس اختيارك للولايه اللي انت رايحها. احنا كده كده متغربين، هنقعد في تكساس، هنقعد في فلوريدا، هنقعد في كاليفورنيا، مش فارقه. المهم ان انت تلاقي الشغل كويس، هو ده اللي هيوفر لك الحياه اللي انت بتحلم بيها، وبعد كده كله هيجي. ويا سيدي لما يبقى يجي لك شغلانه تانية في ولايه تانية، ساعتها بنقل لو حاجه افضل. فبلاش تضيع وقتك كتير ان انت تقعد تفكر كتير، هروح دي ولا هروح دي ولا هروح دي. انا بحاول من سلسله الفيديوهات دي ان انا اشرح لك الفروقات وانت قرر، بس بلاش تقعد تفكر كتير، لان هي في الاخر كلها امريكا. فانت اكيد هتبقى مرتاح اكتر لو انت جاي من مصر يعني. ولو انت عندك معلومه ما اتقالتش او شايف ان هي مهمه، قولها وشاركها في التعليقات عشان خاطر نفيد بعض. في ناس كتيره قوي يمكن لما تشوف الكومنت بتاعك يغير رايه عن حاجه تساعدها ان هي تاخد قرار، ننقل ولا ما ننقلش، نروح المكان ده ولا ما نروحش. محتاج اعرف بقى الفيديو ده عجبك ولا لا، فانت ممكن تعمل لايك واعمل سبسكرايب كمان لو انت حابب تتفرج على الفيديوهات تانية. هشوفكم الفيديو الجاي وولايه تانية. سلام.